السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ صباح الفل وصباح الهنا على عيونكم. معانا فيديو جديد النهاردة. قبل ما نبدأ ونقول اي حاجة نصلي على النبي، مننساش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. النهاردة هنقول لكم هنعمل مع بعض ناجتس الشركات بقى وحاجة كده عظمة. ان شاء الله تعجبكم. وان عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك ليه. الفرخة ديت والدتي بعتها ليا، ربنا يخليها ليا ويبارك لي فيها يا رب. قلت ما الولاد كانوا طالبين عندي الناجتس، قلت ما اعمله وياكم، ويا رب الطريقه تكون سهله وتقدروا تعملوه. انا عارفه انتوا شاطرين والفكره هتوصل لكم بسرعه وهنعمله سوا. انا خليت الصدرين اهمت، شلت الجلد من عليهم وقطعتهم صغير خالص، بس الفكره ان انا قطعتهم بس عشان يتعملوا عندي في الكبه بس بسرعه. اهو قطعتهم معايا، والوراك مش هعملها، انا هاخد بس الصدرين اعمله وهيطلعوا معايا. والله الصدرين ده همت، الفرخة ما كانتش كبيرة قوي. الصدرين ده همت عملوا معايا 30 قطعة من الناجتس، وكلنا وشبعنا والله والحمد لله منه. هنا اخدت الصدور، وبرضه بوريكم الفكرة بتاعت الوراك. اهو. هي بس اهم حاجة في موضوع انك تخلي الفراخ دي ان السكينة تكون حامية معاكم. تختار سكينة حامية بس هتلاقي سهلت معاكم. هنا هخلوهم كلهم، بس الوراك ده انا هعينها في علبة دلوقتي وبعمل فيها وصفة تانية معاكم. الطريقة سهلة وبسيطة. اهو متنسوش اللايك والاشتراك. اهو هي الفرخة كانت صغنطوطة ومتقطة كده. بقولكوا هنا متنسوش اللايك. هنا خلصت اهيت. هنا اهوت عيلة الوراك وعامل العظم دوت. بعمل بيه شوربة بعد كده. هنا جبت بطاطاية صغيرة وهرستها، ما سلقتها وبعد كده هرستها وحطيتها عليها. بعد كده ادي مرقة، خدت منها معلقتين مرقة. المرقة دي بتتباع عند العطار. جبت بقسماط، جبت بصل بودر وتوم بودر. خدت من البقسماط 4 معالق، والثوم الثوم بودر والبصل بودر معلقة، وهنا شوية فلفل. هو البقسماط اللي انا جايباه ده بيبقى عليه كل حاجة من عند العطار. بعد ما حطيت ده كله نفس فكرة الكفتة كده، خدت كله ورحت ضرباه في الكب عشان تبقى تنعم. اهو رحت حاطه كله على بعضه ورحت فرماهم. هنا اهوت ولا بحط بصل ولا فلفل ولا الكلام ده خالص، احنا هنعمله زي ما هما بيعملوه. هنا جبت شويه زيت في الصينيه دي ودعكت ايديا ودعكت الصينيه عشان ما تلزقش. هنا بقى بقول لكم اللي انتوا ممكن تعملوه مدور مربع صوابع زي ما انتوا عايزين تشكلوها شكلوها. عايزين تشكلوها بنفس الطريقه بتاعت الناجتس اللي بيتباع بره ماشي، عايزين تعملوه صوابع ماشي، عايزين تعملوه زي ما انا هعمله كده ماشي. انا كنت عاملاه قبل ما افتح مع القناه، كنت عاملاه للولاد الشكل زي بتاع بره، فقلت لا المره ده جدد ايه واعملوا الشكل ده. الطبق دوت اللي كان فيه الفراخ عشان يعني بنوفر مواعين وكده، مش عشان حاجه تانية. الطبق اللي كان فيه الفراخ جبت فيه شويه ميه عشان بس اخلي اعرف مش اعمل السطح كده بتاع الفراخ. اهو افضل اعمل كده لحد ما اساوي عشان بس الفراخ ما تلزقش في ايديا مش اكتر. اهو افضل اعمل لحد ما احس ان الفراخ بقت ايه، سطح واحد وكلها سوا واحد. الطبق دي في ميه. اهو كده خلاص اهوت، حسيت خلاص النقر استوت وكلهم بقى سوا واحد. اروح جايبه كيس نضيف واروح دهنه شويه زيت عشان بس ما يلزقش، واروح مقطعه. هي بس الفكره ان السكينه عشان السكينه ما تلزقش في الفراخ. اهو اقطعها بقى زي ما انا عايزاها، والمكعب اللي انا عايزاه او المربعات اللي انا عايزاه والشكل اللي انا حباه باي طريقه انت عايزاه. اهو انا اقطعه مربعات واروح مدخلاه الفريزر. الكلام ده يا جماعه انا كنت عامله الساعه 10 الصبح كده واحنا بنتغدى قرب المغرب، فعملت كده ورحت حاطاه في الفريزر. قبل ما ناكل بقى بساعتين كده رحت مطلعاه. الطبق اللي هناك دي جبت كورن فليكس، هو كان خشن، رحت طحناه نص طحنه كده في الكبه، وحطيت عليه مرقه
ومعلقة مرقة ومعلقة بصل بودر وتوم بودر. وهنا رحت مطلعه اهوت الناجتس، فكته كده من بطلعه عشان بس اخد واحدة بوحدتها كده بسرعة بسرعة عشان اخلص. هنا دي بقى ايه، هتلاقوا في دلوقتي اتنين دي مقبلانة عشان كان في حتة كنت انا حطيت حتة من بتاعة الورك فيه، عملك كده. انتوا بقى ما تحطوش الورك، عشان كده بقولكوا الورك ما ينفعش في الوصفة دي. هنا غطست اهوت، اغطس مرتين. الطبق اللي هناك ده فيه مية على الكورن فليكس. اه كورن فليكس، وبعد كده في احطه في الماء الاول، بعد كده في الكورن فليكس وارجع ارجعه تاني. هتيجي تعمليه طبقة واحدة مرة واحدة، هتلاقي ان هو خفيف، هتيجي تقليها يتحرق. اما ما تعملي طبقتين هتلاقيه بالظبط بالظبط زي اللي بيتباع بره، هتشوفوه دلوقتي. يبقى قلنا الكورن فليكس ده عليه طبق كورن فليكس طحنة بس واحدة بس في الكبة اهو، ومعلقة توم باودر ومعلقة بقسماط معلقة، اللهم صل على النبي، فيجيتار. هنا اهوت حمرتهم. الحلة اللي هناك دي كنت عملت شوية مكرونة. انا بقولكوا الكمية كلها هي، بسم الله ما شاء الله، والله كنا منه وشبعنا، والريحة بتاعته كانت زي بره بالظبط. جربوه ان شاء الله مش هتندموا. متنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس، بفكركوا اهو. ما تحمرهوش قوي بقى عشان ما ينشفش. انا كان في مني هنا عن البوتاجاز يما عالية ويما مش عالية قوي، فهتلاقي حبيتين كده اتحمروا قوي معايا. هنا الرنج لايت طفى. هنا اهوت خلاص حمرتهم كلهم 30 قطعة. شوفوا بسم الله ما شاء الله، كان شكله جميل وكنا وشبعنا منه. وده كان اخر الفيديو معايا، متنسوش اللايك وتسيبوا